يسعد من كان جوال مع الأحبة والأصحاب. طاب السمر فيك كم طاب في كل يوم وليلة يسعد من كان جوال. صغرة تلك الجميلة فيها الحياة المثيرة وفي عدالنا وصيرة ولحج أرض الخضيرة يسعد من كان جوال. يا بلادي يا بلادي يا يمن ما جميلة حبك سكن في فؤادي والحب حتى طويلة. جوال 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 اليمن جوال. نرحل ونسعد ونطرى حتى البعيد يغلو أقرب ما نبغى صعدة وشرعة حتى الشم والآبية يسعد من كان جوال. نكرم الموضعين ونحف الصائمين ونمنح الفائزين شارك معنا لتكسب يسعد من كان جوال. يا بلادي يا بلادي يا يمن ما جميلة حبك سكن في فؤادي والحب حتى الطويلة. جوال جوال جواب اليمن جوال جوال جواب اليمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل هذه الحلقة من برنامج جواب اليمن التي نستهلها من هنا من وسط أو من قلب صنعاء القديمة، هذه صنعاء العامرة بالتاريخ العامرة بالبهاء والنقاء والصفاء. فأهلا ومرحبا بكم ووقتا طيبا نرجوه لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. هذه الآية تبين عظمة الشهادة ومنزلتها في التشريع الإسلامي، ولا ينبغي ولا يجوز لأحد أن يكتم الشهادة. وجعلت الآية أن الإثم هو على القلب، فالقلب هو كما جاء في الحديث هو إذا صلح صلح الجسد كله. وذكر العلماء لماذا جاء في القرآن آثم قلبه، لأن الكتمان إنما هي من معاصي القلوب، ومعاصي القلوب هي أخطر من معاصي الأبدان. ولذلك العلماء ذكروا أن وجوب أن يقول الإنسان بالشهادة، سواء كان رآها أو سمع بها أو إلى غير ذلك مما ذكره الفقهاء. لكن العلماء ذكروا أن الإنسان إذا دعي إلى شهادة وهو الوحيد الذي يعلم بذلك الحدث فيجب عليه أن يذهب وأن يبادر بقول الشهادة، لأن الشهادة قد تكون فريضة وقد تكون سنة وقد تكون واجبة على الإنسان أن يقولها. فإذا كان سيسبب كتمان هذه الشهادة في ضياع الحقوق وذهاب الأشياء، بل وقد تصل حتى إلى الدماء، فيجب على الإنسان أن يذهب وأن يشهد وأن يقول كلمة الحق ولا يخشى في الله لومة لائم. لذلك الإنسان ينبغي أن يعرف مقام هذه الشهادة عند الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من كتمان الشهادة واجعلها من أكبر الكبائر، كما جاء في حديث ابن مسعود قال: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قال: الإشراك بالله وقول الزور وكتمان الشهادة. جعلها من السبع الموبقات والعياذ بالله، ومن أكبر الكبائر كما جاء في الحديث. والمؤمن مطلوب أن يقول كلمة الحق، لأنه من نصرة المظلوم.
المظلوم يجب أن تنصره، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. كيف تنصره مظلوما؟ بأن تقول كلمة الحق وأن تشهد، وإلا فهذه من أكبر الكبائر. كذلك أيضا الشهادة قد تكون محرمة، كما شهادة الزور التي هي كثير من الناس الآن لا يبالون بها لأجل مصلحة دنيوية أو لأجل غرض نفسي، يأتي ويقول كلمة الزور وشهادة الزور، فهي من أكبر الكبائر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تكون الشهادة مندوبة ليست بواجبة، كان يكون هناك مجموعة من الشهداء قد رأوا هذا الحدث، وممكن كل إنسان أن يقول فيها، فلا يجب عليك، ولكن إذا ذهبت بنفسك فلا بأس أن تقول كلمة الحق نصرة للمظلوم. كذلك أيضا الشهادة قد تكون على الإنسان مباحة، إذا ليس ما يترتب عليها شيء، لا يترتب عليها دماء ولا يترتب عليها أموال. ولذلك نرى أن المجتمع يحتاج في هذا الزمان لكل إنسان أن يكون أمره لله سبحانه وتعالى، كلمته لله، شهادته لله، عمله لله سبحانه وتعالى، وبالذات في أمور المحاكم. كثير من الناس بسبب الشهادات ضاعت أموال وضاعت أعراض وضاعت دماء بسبب شهادات الزور التي نراها اليوم. حتى قد أخبرت بأن هناك من الناس من ليس لهم عمل إلا أن يشهدوا تحت المحاكم، يشهدوا بما يريد الرجل فيذهب ويشهد حتى ينال بذلك شيء من المال، ويخسر دينه ويخسر عرضه ويخسر شرفه ويخسر الجنة ويخسر الآخرة كلها، لأنها مما يعجل له العقوبة للإنسان في الدنيا شهادة الزور وقول كلمة الباطل أمام القضاء. فالإنسان ينبغي أن يقول كلمة الحق وأن يشهد شهادة الحق وأن لا يكتم الشهادة أبدا. وصلى الله وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم. الإخوة والأخوات في كل مكان، من هنا من مدينة عيص المسيلة التابعة لمحافظة المهرة نطرح سؤال فقرتنا، فقرة مفاهيم قرآنية. وسؤالنا يقول في فقرة مفاهيم قرآنية في هذه الحلقة من برنامج جواب اليمن: كيف يكون القلب آثم بسكوت اللسان؟ السؤال مرة أخرى يقول: كيف يكون القلب آثم بسكوت اللسان؟ متى يكون القلب آثم عند سكوت اللسان؟ معروف أن اللسان يقال لسانك حصانك، إذا صنت صانك، والسكوت دائما يقي الإنسان الوقوع في الأخطاء والزلات، ولذلك يفضل السكوت. لكن متى يأثم القلب عند سكوت اللسان؟ متى يأثم القلب عند سكوت اللسان؟ يأثم القلب عند سكوت اللسان عندما يشعر بالإثم، يعني عندما يقع في خطيئة أو شيء يشعر القلب بالندامة. يوم تربي الحقد تكون ساكت عليه، يعني ما تقوله. متى يكون القلب آثم بسكوت اللسان؟ إذا عندك حقد داخلي كذا وساكت عليه. كيف يكون قلب الإنسان آثم في سكوت اللسان؟ سوء ظن، سوء ظن، سوء الظن. يعني الحقيقة يعني أنت داري بحاجة وتسكت عنها، يعني شوف شيء يعني وتسكت عليه، يعني ظلم لسه يعني عندما تكون نيتك مسبقة لفعل شيء معين، جريمة أو شيء، تأثم بها حتى ولو ما فعلت شيء. يعني نيتك مسبقة أنك تقوم بالعمل هذا، فإذا لم تقوم به أنت مؤثم لأنك نويت تقوم بهذا العمل. يعني في شيء مكتوم بقلبك، سر أو شيء مكتوم في قلبك ولا تتكلم به في لسانك، يصبح القلب مأثوم. عندما لا ينطق بما ينويه القلب. متى يكون القلب آثم بسكوت اللسان؟ عندما يكسب الإنسان خطية عندما يكسب الإنسان خطية، قال الله تعالى: ومن يكسب إثما أو خطية فإنه آثم قلبه. يرمي به فإنه آثم قلبه. لا، ومن يكسب إثما أو خطية فإنه آثم قلبه، يعني خطية حتى إنسان. عندما ترى المنكر ولا تنكره، تشاهد المنكر ولا تنكره بقلبك. عندما لا ينطق بنهي المنكر.
متى يكون القلب آثم بسكوت اللسان؟ عند كتمان الشهادة. عند كتمان الشهادة. ما الدليل؟ وقال قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. يكتمها فإنه آثم قلبه. قال الله تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. بالفعل مشاهدينا الكرام إجابة سليمة وصحيحة حصلنا عليها هنا في مدينة ريدة الشرقية بمحافظة حضرموت. متى يكون القلب آثما بسكوت اللسان؟ حينما يكتم الإنسان الشهادة. قال تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. صدق الله العظيم. وهي هذه الآية في سورة البقرة. وحصلنا على الإجابة السليمة من الأخ محمد حسن عبيدان. محمد حسن عبيدان هنا في مدينة ريدة الشرقية بمحافظة حضرموت. إذا مشاهدينا الكرام جائزة هذا السؤال هي 40,000 ريال مقدمة من برنامج جواب اليمن، نسلمها للأخ محمد هنا في مدينة ريدة الشرقية بمحافظة حضرموت. وألف مبروك للأخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أكرم هذه الأمة بشهر رمضان، شهر الصيام والقيام، ولكن عادة الناس في بداية الصوم أنهم يقبلوا عليه وهم نشطون، فإذا ما تجاوز النصف قال الناس متى ينتهي رمضان، حتى أن بعضهم يطلق عبارات لا تليق فيقول لو كان رمضان جيد ما بعده عيد، يعني يقولون على جهة المبالغة. فلما علم الله سبحانه وتعالى من هذا الإنسان الملل والسآمة من أي شيء يعتاده، غير نمط العبادة فيما في العشر الأواخر من رمضان، فجعل حكما جديدا حتى يقبل الناس فيه في الشهر في آخر الشهر على شيء جديد. فشرع الاعتكاف، وكان يعتكف النبي صلى الله عليه وعلى وسلم العشر الأواخر. فلماذا العشر الأواخر؟ ولماذا جعل الإسلام فيها ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر؟ حتى يتغير نمط العبادة. فلما تتغير الأحكام حق الصيام يلزمه البقاء في المسجد، ويلزمه أن لا يأتي أهله، ويلزمه الأحكام المتعلقة بالاعتكاف ويستمر فيها على الذكر والقيام والصيام لأجل إدراك ليلة القدر. كل هذا حتى يختم الإنسان رمضان بأحسن ختام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالخواتيم. ولأجل أن يختم بأحسن ختام شرع الإسلام فيه الاعتكاف ولزوم المساجد، ولا يخرج الإنسان من هذا المعتكف إلا لحاجة، ولا يخرج إلا لما لا بد منه، ومنعه من أن يأتي أهله. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف في العشر طوال ما شرع رمضان، كان يعتكف فيها، حتى كان تعتكف نساءه من بعده. ومن الأشياء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يعتكف فأمر أن يضرب له خباء، ولذلك قال الفقهاء ينبغي الإنسان أن يجعل له مكانا معين في معتكفه فينشغل فيها بالذكر، ولا ينشغل فيها بالقيل والقال، ولا يكون مجال للاتصالات والمجابرات والخوض فيما يعني قد يكون فيه إثم ومعصية وهو في حال اعتكاف. وينبغي خاصة في هذه الأيام أن الإنسان لا يحمل معه التليفونات وغير ذلك، يعني حتى لو حمله يحاول أن يغلقه قدر الطاقة لأنهم يشغلونه. كيف يكون معتكفا وهو ينادي يعني اصنع يا فلان، اذهب يا كذا، احضر الذي من كذا؟ هذه كلها تذهب بمعاني الاعتكاف الذي ومع معاني الصيام الذي يحدث مغتسلا لهذا الإنسان في حياته، ويغير من نمط حياته للعام كله. فينبغي للإنسان أن يعني في هذا الاعتكاف أن يلزم الآداب من الذكر والطاعة والقراءة. النبي صلى الله عليه وسلم لما لزم ذلك الشهر في ذلك الاعتكاف وأمر بخباء،
وأراد أن يدخل منه، فجاءت النساء يستأذنه، نساء النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الاعتكاف، فأذن لعائشة ثم أذن لزينب ثم أذن لحفصة فلم يأتي عليه الفجر إلا وقد يعني نظر إلى خلف المسجد وإذا 4 أخبية، فقال ما هذا؟ قال هذه خباءك، وهذا خباء زوجتك فلانة، وهذا خباء زوجتك فلانة، وهذا خباء زوجتك فلانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم البر أردنا، فأمر بتقويض ذلك الاعتكاف، ولم يعتكف في ذلك العام صلى الله عليه وآله وسلم، وهو العام الوحيد الذي لم يعتكف عنه، ولذلك عوضه، وقيل أنه اعتكف في شوال، وقيل أنه اعتكف فيما بعده، وزاد في الاعتكاف من باب القضاء. فينبغي للناس أن يلتزموا آداب الاعتكاف، وأن يعني يختموا رمضان بأحسن ختام، حتى يعني يقبل الإنسان في العام الماضي وهو على تشوق وعلى حب لهذا الشهر الكريم الذي هو يعني تطهير من الذنوب والمعاصي، والذي يكفر رمضان إلى رمضان، يكفر للإنسان الذنوب والخطايا ما لم يأتي بكبيرة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء، ونحن نطل عليكم من هذا المكان من بلادنا الحبيبة الجمهورية اليمنية، ونحن نجوب أغلب محافظات بلادنا الحبيبة ووطننا اليمني الكبير. نتحدث ونحن في إطار هذا الشهر الكريم وفي خواتمه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا إنه هو السميع العليم، وأن يكون هذا الشهر رحمة لنا ومغفرة لذنوبنا وعتقا لرقابنا من النار. ونحن فيما يتعلق بالسنة النبوية على صاحب أفضل الصلاة والتسليم، وقد علمنا صلى الله عليه وسلم أن نجتهد في هذه العشر، فقد كان عليه الصلاة والسلام يجتهد فيها أكثر ما يجتهد في بقية رمضان. موضوعنا طبعا هو العشر الأواخر من رمضان وفضلها والجزاء الأكبر الذي يأخذه العبد المسلم من ربه. السؤال الذي نطرحه هنا في الميدان يتعلق في هذا الجانب. السؤال: متى اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان 20 يوما؟ السؤال مرة أخرى: في أي عام اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 يوما؟ في أي عام اعتكف رسول الله 20 يوما؟ عام 9. في عام والله ما لنا علم. متى اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 يوما؟ في أي عام اعتكف 20 يوما؟ الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. طبعا الله هو أعلم. ما قدرت أن أنا أقول لك أن أعرف. هو اعتكف في كل رمضان 10 أيام، لكن متى اعتكف 20؟ دقوا نص قديم. 10 أيام من الأواخر. متى اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان يعتكف 10 أيام في رمضان، فمتى اعتكف 20؟ اعتكف 20 يوما على ما أعتقد أنه قبل غزوة بدر الكبرى. يوما 12 ربيع الأول. في أي عام اعتكف رسول الله 20 يوما؟ في أي عام؟ اعتكف رسول الله 20 يوما في السنة الثالثة للهجرة. في عام الثاني هي اعتكف في السنة اللي مات فيها. السنة الثانية للهجرة. متى اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف 20 يوما؟ متى؟ وكان يعتكف كم؟ 10 الأواخر. 10 الأواخر، لكنه في سنة اعتكف 20 يوم. متى؟ ما أدري بأي سنة. اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان 10 أيام في كل رمضان، في كل الأعوام كان يعتكف 10 يوم. فأي عام اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني 10 اسمه 20 يوما؟ متى؟ في شعبان.
ثانيا في شعبان. في شعبان. شعبان. في رمضان. بالعام الذي توفى به. بالعام الذي توفى به. الذي توفى فيه. ايش رايك؟ فيه. تعيده يعني؟ ايه. عموما يعني انا طبعا يعني وانا ابحث عن هذه الاجابه وجدناها من اخينا. اسمك؟ اتعرف عليك اول. زين محمد حيدر المزمي. مبروك عليه الجائزه. طبعا الجائزه مقدارها 40,000 ريال مقدمه من ضمن برنامج جواب اليمن. مبروك عليك الجائزه. الإخوة والأخوات في كل مكان، نطرح سؤال فقرتنا، فقرة كلمات ومعاني، والسؤال يقول: الأديب العربي الكبير نجيب محفوظ كتب جميع رواياته في بلاده مصر العربية ما عدا رواية واحدة كتبها في اليمن. ما هي هذه الرواية؟ أو ما اسم هذه الرواية؟ ما اسم الرواية التي كتبها الأديب العربي الكبير نجيب محفوظ في اليمن؟ رواية كتبها الأديب العربي الكبير نجيب محفوظ خارج مصر في اليمن، وهي الرواية الوحيدة اللي كتبها خارج مصر. ما اسمها؟ اليمن في قلوبنا، أظن هذه الرواية، والله أعلم. من رواياته هو أظن ميرامار، ما كتبهاش في مصر لكن في اليمن. مش ميرامار كتبها أظن في دولة أوروبية، بس في اليمن من الثلاثيات حقه. والله لا، من الثلاثيات بين القصرين، قصر الشوق السكرية. رهينة. اليمن بعيون مصرية. اليمن السعيد. اليمن السعيد. اليمن السعيد. اليمن في روعته وحضارة. اليمن في عيون المصريين. اليمن روعة تقدمها من أرض بلقيس، لأنه أصلا مش من اليمن، هو يمني مش يمني، مش مصري. ممكن في مصر كتب كل الروايات في مصر ما عدا رواية واحدة فقط كتبها في اليمن. من أرض بلقيس، من أرض بلقيس، لأنه أصلا من خارج اليمن، فبالتالي مش معقول بيكتب قصيدة مثلا الرواية إلا وهو لما قال من أرض بلقيس، معناته إنه مش من أصل مش من اليمن أصلا. السفر من أرض بلقيس. يمكن الرهينة. من أرض بلقيس. من أرض بلقيس. اليمن في عيون المصريين. اليمن السعيد. ما أعرف والله، مش عارفة. ما فيش كده خيارات لها ولا شيء كده؟ ما بعرف عنها والله. الرهينة. رواية من الروايات المعروفة للأديب الكبير نجيب محفوظ. تعرفوا نجيب محفوظ كتب كل رواياته في مصر ما عدا رواية واحدة كتبها في اليمن حينما زار اليمن. ما اسم هذه الرواية؟ ما مش اختيارات. اليمن السعيد. اليمن السعيد. 10 أيام في اليمن. 10 أيام في اليمن. 3 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 أيام في اليمن. بالفعل مشاهدينا الكرام 3 أيام في اليمن هي الرواية التي كتبها، هي الرواية الوحيدة طبعا التي كتبها الأديب العربي الكبير نجيب محفوظ الحائز على جائزة نوبل للسلام في مجال الآداب. كتب هذه الرواية 3 أيام في اليمن حينما زار اليمن، وهي الرواية الوحيدة التي كتبها خارج بلاده. كل الروايات كتبها في مصر ما عدا هذه الرواية الوحيدة التي كتبها في اليمن، وهي 3 أيام. 3 أيام في اليمن. 3 أيام في اليمن، وتحديدا كتبها في مدينة تعز الحالمة. فين؟ في تعز الحالمة. ما اسم الرواية؟ 3 أيام في اليمن. 3 أيام في اليمن. إذا مشاهدينا الكرام الإجابة الصحيحة والسليمة حصلنا عليها هنا في خور المكلا من الأخ والأخت بدران علي غالب. بدران علي غالب، والأخت رحيمة سعيد بارعيدة.
والأخت رحيمة سعود رعيدة هما اللذين أجابا على هذه الإجابة السليمة واستحق هذه الجائزة، وهي 40,000 ريال مقدمة من برنامج جواب اليمن. ألف مبروك لكما. رغم إعاقتهم إلا أنهم يبدعون، ورغم مأساتهم إلا أنهم يعطون ويتفانون، ورغم معاناتهم إلا أنهم قاهروا المستحيل بالإرادة التي لا تستكين. هذا المساء نحن أمام نموذج وطني إنساني مشرف، حقيقته قصة نجاح، ومنطلقه مبادرات لا تنتهي في العطاء والتفاني والإخلاص. المكان حي المنصورة بمحافظة عدن، العنوان ورشة الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي. نتابع سويا هذا المكان المشرف. منذ 12 عاما تقدم ورشة الأطراف الصناعية ومركز العلاج الطبيعي بمحافظة عدن خدماتها الإنسانية لشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة والمشوهين خلقيا، إلى جانب المصابين بكسور في العظام والشلل النصفي وغيرهم، وذلك بصورة يومية منتظمة وتفان إنساني مخلص ودون مقابل مادي يذكر. ومنذ افتتاح ورشة الأطراف الصناعية ومركز العلاج الطبيعي بمحافظة عدن رسميا في شهر إبريل من العام 2000 للميلاد، بموجب اتفاقية مبرمة بين الشركاء الثلاثة، وزارة الصحة العامة والسكان، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والمنظمة البلجيكية للمعاقين الداعم للمركز عند افتتاحه، إلا أن غياب قرار وزاري قانوني رسمي للمركز مع غياب الميزانية المحددة له ظل سائدا حتى اليوم، ومعه تظل الكوادر الفنية للمركز من ضحايا غياب الهوية والانتماء رغم عطائهم المتدفق. The ICRC is an international organization. قلنا تقييما بالنسبة للمركز يعني العمل جيد، إنما هم هناك منظمة دولية يعني يقوم بمساعدة اليمن بشكل عام. عندهم 4 مراكز، مركز في عدن، مركز في صنعاء، مركز في تعز، مركز في المكلا. من ضمن الخدمات اللي قدموها هم يدعمونا ماديا بالمواد التي نحتاجها للأطراف، للأجهزة اللي يحتاجوها ذوي الاحتياجات، إلى جانب أنهم يقوموا بتأهيل الكادر وتطويره من الناحية الدراسية، كمان يعطوا محاضرات في الجهة الفنية وفي الجهة العلاجية الطبيعية. في نفس الوقت المرة هذه السنة اللي فاتت كان في عندهم شباب من هنا أخذوهم دورة في الهند. السنة دي 4 فتيات، ودي حاجة حلوة إنه في اليمن الآن 4 فتيات راحوا يدرسوا تقنية الأطراف والأجهزة ذوي الاحتياجات. احنا كصليب احمر فنيين اطراف صناعيه، هدفنا طبعا انه نقدم الدعم التقني للطاقم العمل هون، نحاول نرفع من مستوى المعرفه لديهم، المستوى التقني لديهم، بحيث انه نحاول نرفع من جوده المنتج لدينا وجوده الخدمه المقدمه للمواطنين، بحيث انها تكون تقريبا حسب المعايير الدوليه او حسب المعايير اللي بيقدمها الصليب الاحمر، كدعم مستمر من الصليب الاحمر لاي طاقم طبي، بما فيهم طبعا طاقم التاهيل. وتظل آمال الكادر الطبي والفني بورشة الأطراف الصناعية ومركز العلاج الطبيعي بعدن معقودة على سرعة إنشاء المركز بقرار وزاري، مع اعتماد ميزانية مستقلة له وتوظيف العاملين فيه، على أن يخضع المركز لوزارة الصحة العامة والسكان، أسوة بمركزي صنعاء وتعز. أعزائي المشاهدين، في كل مساء نكتشف ونتعرف على قصة مبادرة ونجاح، وبلادنا ودودة ولودة معطاءة في شتى مجالات العطاء.
وها نحن بدورنا في قناة اليمن الفضائية والأولى نتقدم بدرع العطاء والإخلاص لورشة الأطراف الصناعية ومركز العلاج الطبيعي هنا بحي المنصورة بمحافظة عدن. ونحن عندما نتقدم بهذا التكريم إلى كل الأطباء والفنيين والعاملين في هذا الصرح الوطني إنما هو اعتراف بالجميل كجزء ما يقدمه هذا أو هذه الورشة وهذا المركز. ونحن بدورنا نتقدم بدرع قناة اليمن الفضائية والأولى إلى الأخ عبد الله محمد القيسي رئيس قسم العلاج الطبيعي وورشة الأطراف الصناعية بمحافظة عدن، آملين لهم مزيدا من التقدم والعطاء خدمة لهذا أو لهذه الورشة وهذا المركز. وكما نأمل في هذه اللفتة أن من جهة الاختصاص أن تلتفت إلى هذه الورشة، وهذه رسالة مقدمة إلى وزارة الصحة العامة والسكان بوزيرها الدكتور أحمد قاسم العنسي بدعم هذا المركز مع الاهتمام بالكادر العامل فيه، كما علمنا أن معظم الذين يعملون إنما يعملون بالتطوع وبأجور زهيدة جدا. نتقدم بالدراع إلى الأخ الأستاذ. هذا هو درع قناة اليمن الفضائية والأولى، ونتمنى أن يكون حافزا لكم لتقديم أو مواصلة عطائكم في مجال خدمة هذا المركز وخدمة مرتدين. شكرا جزيلا على هذا التكريم، حيث أنه لن نتحصل من قبل على التكريم، بالرغم أنه هذا يعود لفضل الله ثم فضل زملائي في هذا المركز، حيث يعمل أكثر من 90% هم متطوعون متعاقدون بدون عمل، يأخذون مبالغ زهيدة ما تعداش أكثر من 10,000 ريال. فنطلب من الجهات المختصة بمثلها بوزير الصحة بلفتة جميلة لدى هذا المركز باعتماد وظائف وميزانية أسوة المراكز الأخرى في الجمهورية، حيث أنه مركزنا يعمل أكثر من طاقته الاستيعابية، ذلك خالصا لوجه الله تعالى وليس إلا. ونحن إن شاء الله نتمنى أن تصل رسالتكم، وهذه أيضا شهادات تقدير إليكم. نعم شكرا. وهذه أيضا شهادة تقديرية شكرا إليكم ومنكم إلى كافة العاملين في هذا المركز. شكرا جزيلا. شكرا. مشاهدينا الكرام، نسمع أبناء تهامة وأبناء محافظة الحديدة يقولون أو يطلقون على بعض الأشخاص فلان قحم وفلانة قحمة، وسؤالنا يقول من هو القحم؟ السؤال مرة أخرى يقول من هو القحم؟ الحمد لله أنت بخير؟ جميع إن شاء الله. حياك الله. تعرف من هو القحم؟ القحم والله ما قد سمع إن شاء الله. القحم هو الذي ما يخافش في المعارك، هو الشجاع يعني يعني تشتي قصدك. من هو القحم؟ المؤمنين الذين ما يخافوش الا الله، المؤمنين الذين يؤمنون بالله ولم يلبسوا بإيمانهم أحد. من هو القحم؟ القحم هو الرجل الذي لا يهاب أي شيء أي حاجة هو القحم، وهذا هو القحم. عمر بن الخطاب. لا أدري يا أخي، ترى السؤال هذا صعب قوي، تلنا واحد عليه العمل اللي نستني نفهمه. والله ما أدري
من هو القحم؟ الله أعلم. من هو القحم؟ هذا الرانع. هذا الرانع الذي يكون عنده إرادة أو شجاعة. نعم. الذي يكون عنده إرادة أو شجاعة. القاضي القحم، يقولوا القاضي القحم هذا، يعني قاضي كان قاضي بالمحكمة كذا، هو زمان بعد اللي ما يقولوا زعمنك القاضي القحم. الرجل الذي يعني الشهامات توجد فيه والقبيلة، يقولون الرجل قحم. هو الإنسان اللي عنده شجاعة، عنده الشجاعة وعنده مروءة هكذا. مش عارف ما هو القحم. راعي يا جني اصبر كذا 250. القحم البطل أو الشجاع. ما هو القحم؟ السمخ. أيوة. كيف؟ يعني الذي هو مسمخ والقحم. القحم الشهم، له شهم. تعرف من هو القحم؟ هو الكبير في السن من الإنسان والحيوان. الكبير في السن. الكبير في السن. بالفعل مشاهدينا الكرام، القحم هو الكبير في السن من الإنسان والحيوان. من الإنسان والحيوان. ويقال في تهامة للرجل الشائب يقال قحم، وللمرأة تقال قحمة. فالرجل القحم في اللغة العربية وفي قواميس اللغة العربية هو الرجل الكبير في السن من الإنسان والحيوان. والرجل المسن أو الكبير في السن من الإنسان والحيوان. وألف مبروك للأخ نصر طاهر. للأخ نصر طاهر. وجائزة هذا السؤال مشاهدينا الكرام حصلنا على الإجابة الصحيحة من الأخ نصر طاهر. وجائزة هذا السؤال 40,000 ريال. ألف مبروك يا المشاهدون الكرام في كل مكان، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج جواب اليمن، آملين أن تكونوا قد قضيتم معنا أمتع وأطيب اللحظات. نلقاكم بإذن الله تعالى وبحوله وبقوته في حلقة قادمة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.